طب انت عندك ثقة يا حمدي انه هيلعب في السوبر المصري؟ هقول لك لا يا باشا. طب ده احمد شوبير انت بتكدبه؟ مش بكدبه، انا عندي ثقة في حاجة تانية. انا عندي ثقة ان عندنا اللعيب بيعطس بيغيب 3 سنين. هو انا مش فاجر، بس هي الفكره كلها ان انا بتنبأ اللي هيحصل مع الفريق، ان انا بشجعه بقالي 30 سنه. سهله اهي. خلاص. يعني انا لما جالي خبر ان اشرف داري اتصاب، وعملت الفيديو اللي انا وريته لكم من شويه ده، اشتغلت كده وشربت كوبايه قهوه وقعدت ابص كده، عارف انت شغل الافلام ده، واركز كده واسرح كده. تمام. لا، مش هيلعب الواد ده، مش هيلعب السوبر. ليه يا عم حميدو مش هيلعب السوبر؟ مش هيلعب السوبر. من غير ليه بقى؟ انا حافظ وفاهم، وما عنديش بربع جنيه ثقه في الفريق الطبي في النادي الاهلي. وما عنديش، انا اسف بقى في اللفظ ده، تمام، لان في ناس ممكن تزعل مني، ها يلا بقى. ما عنديش بربع جنيه ثقه في ارضيه التتش. يلا، اللي عايز يشتم يشتم. اي لعيب عندنا بيتصاب، اي لعيب عندنا بيمضي يجي يتصاب عندنا مستشفى الاهلي. هل تعلم عزيزي الاهلاوي المحترم ان في ماتش سيراميكا اتصاب 5 لعيبه؟ شروه شروه. بص، اشرف داري زي ما انا كنت متوقع من 4 5 6 ايام، عمر كمال، طاهر، رامي ربيعه، ومين بقى قبل الماتش اللي مش هيلعب بقى خالص في النهائي السوبر مع الزمالك؟ خالد عبد الفتاح. ايا كان بقى استواه الفني، احنا مالناش دعوه، احنا بنتكلم في الاصابات دلوقتي. الموضوع افور، الموضوع دمه تقيل، وزي ما قلت وهفضل هقول، يا جدعان العيال في الفرق التانية، انا اعرف فريق عندي في مصر اللعيب عنده بيجيله الصليبي وبيخف كمان 3 ساعات. يعني حرام عليكم، حرام عليكم. ملف الاصابات، ملف الاصابات لازم يتبص عليه يا كابتن محمود الخطيب يلي انا بحبك. ملف الاصابات يا جماعه لازم يتبص عليه ارجوكوا، واتمنى ان الفيديو يوصل ليهم. والله ولا عايز فلوس ولا عايز زفت ولا عايز شير ولا عايز اي نيله. انا عايز اشوف ان الاهلي نمبر 1 في مصر، وهو نمبر 1 كده في مصر بس، في افريقيا والعالم كله. يلا. اراك ضاحكا